كده احنا ماشيين صح. ليه؟ لما تعرف ان الاوفر سايز بتاع ايفولف اللارج ابتدى يبقى ضيق عليك، فكده الاوف سيزون ماشي زي الفل. عايزين بقى كده ايه نتعطر شويه. في هنا الفانتو حاجه سريه، المفروض حاجه ان هي هتنزل، بس ايه انا ما اعرفش بصراحه يسميه ايه، ومش فاكر الريفرنس ايه ولا لا، افتكرت خلاص. دي هي. انا هسيب البيج هنا عشان الحاجات بصراحه خطر. عايز ريد بول انت كمان ولا؟ لا ناخد كوي. طيب خلاص ماشي. عبده عايز العاديه قال صح؟ شوجر فري. طيب ماشي يلا. كده مولتو ريد بول عاديه، ريد بول شوجر فري لكابتن عبد الرحمن. المفروض دلوقتي ان كابتن عبد الرحمن وحسين جايين ورايحين ان احنا نتمرن مع شباب ايفولفاويه، وناس كتير بتحبهم واحنا بنحبهم وبنعتبرهم عيالنا من الاخر كده على الدغري. وبس يوم مليء بالتمارين او فلوج مليء بالتمارين، مليء بالايفولفاويه، مليء بحسين بيزعق، ومليء بلبس ايفولف الجديد اللي لسه نازل او هو نازل من كام يوم على الويب سايت. تقدر ان انت تخش وتجيب. عندك هتشوف بقى كالاتي: التيشيرتات الوشت رجعت تاني الاوفر سايز، ده كده اول حاجه. تاني حاجه عندك بقى الجديد، 3 حاجات جداد. عندك التانك او الوايت بيتر او الفالينا او ايا كان اللي انت عايز تسميه ب3. عندك التيشيرتات الماسل فيت دي يا باشا. بص انت ممكن تخرج بيها وممكن تتمرن بيها، بس نصيحه اخويه اخرج بيه بس ماسك من الكتف، ماسك من الدراع، ماسك من الظهر، واسع من الوسط عشان ما يخليش وسطك ضيق. وعندك تالت حاجه ودي الحاجه العظيمه، وهي الايفولف جيرزي. اعتبرها بومب كفر، البس الجيرزي والبس تحتيها التانك توب وشكرا. يا اما ممكن تقفلها كلها هي. بس مستنيين بقى الشباب عشان نروح نودي دلوقتي. ايه يا اسطى ده صاحب نسله ولا ايه؟ ايه كميه الميات دي؟ اوه شباب ايفولف. الحسين 10 البرومو كود بتاعي عشان عايز اخد كوميشن. عشان ناشفه اليومين ناشفه اليومين دول، ناشفه عشان مش ايه رايك يا شباب في الفلوج اللي فات بتاع كابتن عبد الرحمن؟ كواليتي وكاميرات وبتاع واوزموزز. ده ايه ده؟ مساء الفل او صباح الفل. ما تكسرهاش بس، مش لو كسرتها مساء الفل او صباح الفل حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. النهارده يا شباب رايحين جيم جديد اسمه ماسل لاند بتاع كابتن بودي. هسيب لكم الاسم تحت هنا. والنهارده يا شباب عندنا تمرينه، احنا عندنا هنتمرن ايه النهارده؟ عندنا تمرينه ابر متينه، يعني هنتمرن ببساطه صدر، ظهر، باي، تراي وكتف. فلو انتم متحمسين تشوفوا الفيديو ده للاخر ما تنساش تعمل سبسكرايب ودوس على الجرس بتاع النوتيفيكيشنز عشان يجيلك الاشعارات اول باول. ومعانا شباب كابتن عبد الرحمن، وكلنا عايزين نكتب له في الكومنت سيكشن ايه برو الفات هوز. ليه كده الكلام ده؟ الفات هوز حلو الكلام ده والله. عاملها كده ارجوك بص حنك في الكاميرا اكيد. بص حنك على طول كده. بنحبك والله. والله اشعاع نفسي اعملها الناحيه الثانيه. احساسك ايه بقى بعد ما حضرتك دلوقتي انت والبروز؟ لا في عبده الترند توينز، بس هم بص هو لسه مش في حجم الترند توينز، فدول الويت توينز. الواي يعني دول سبلمنتس، دول الترند توينز الطبيعيين. عايز بس ابوس ثانيه. المفروض يبقوا ترند توينز او تيست توينز. الراجل صايم بس انا سخن نار على فكره. والله مش حاسس باي حاجه. خلاص هي جاهزين يعني 100% جاهزين 100%. احساسك ايه وانت على ايفولف الشانل بتاعت يوتيوب؟ والله العظيم لا والله مرعوب من الاوزان انا على صح؟ والله العظيم مستني على فكره. شرف صح؟ تفهم لابس بولو. ايه انت جاي اجتماع فاهم؟ ايوه والله. الاستاذ احمد بقى مش جايين من الشغل اصلا ولا؟ لا من البيت عادي. اجازه النهارده. مساء الفل، مساء الجمال. ماسل لاند فيت بروز
او الترند توينز المصريين كله، وحسين او مش تعالى ارجع تاني وعندنا دلوقتي بري جود. احنا دلوقتي هنعمل زي ايه، هندي البليسنجز للناس، فاهم؟ احنا في قلب افتح له بقه، فاهم؟ هو ثانيه ده انت واخد بري قبل كده؟ عادي باخد 2 اصلا. تاخد 2؟ لا يا عم انا خدت قبل ما تنزل. خدت دلوقتي حالا. هو انت هديها لك في بقك؟ طب يعني لو ينفع يعني. بمسك بقى اخدها باليمين عشان ما اخاف يقع، اخاف اقلبه الناحيه الثانيه. طب يلا يلا اللي بعده بقى. انت واخد بري؟ انت ايه؟ صح صايم. انت تمرن وانت صايم؟ ده عالمي اقسم بالله. جاي تحدي النهارده. احمد فيت. وانت بقى ايه؟ ايوه صح؟ انا صح؟ 2 3. لا واحده معبيه. يا جماعه ايه تسخن انت اللي تسخن. دي كده عشان يبقى العادات والتقاليد بتاعت ايفولف مظبوطه. يلا بينا. يلا بينا. يعني فلات خلينا اكتر لو هو ضوي دراعاته علي؟ طويله. بالنسبه لك ده تمام؟ ده بالنسبه لي ده تمام بصراحه. جرب كده يا ساس. هو ليه واسع قوي كده؟ ده مش عارف. تحسه لا شفت ايه؟ من فوق عامل ازاي؟ كله بيجرب، فاهم؟ كله بيعمل اي حاجه بجد. مش كده، مش هنعرف وزننا لحد بكره نقعد نسخن. هو اصلا لا، انا اللي حاسس هيفرق اكتر المستوى بتاع الجهاز لكل واحد فينا. ما شاء الله احنا فاهم اطوال، مفيش حد طول التاني، مفيش حد دراعه قد التاني. لا انا عندي تراكم شيست بكتير. دي بتبقى نوع من انواع الاعذار اللي بتتقال. لا ده لسه انا في لسه البريس أعذار بس. أكتر ولا؟ لسه. تعالى بقى في الفلاي بقى. هلعب بربع كيلو. ما تمرنش مع احمد هو فاطر بقى. انا فهمت التكييف عند الباب. عايزين نزود كده. احنا بدأنا بقى. بيحمل في الانقباض بقى، فانت تيجي طالع تحسه خفيف، تيجي هنا تموت. على فكره دي مشاكل الاجهزه بتاعت الريل. هيبقى خايف عليك كده يعني. كده وايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا ادم هو التوب سيت بتاعته يبقى اكيد مش بتاعته. اكيد بالظبط. تعال نقلل بقى نحط 10 مثلا، ايه رايك؟ جرب كده يا ساس. يا دوب يا زوج. حسين طبعا دلوقتي ايه عايز يثبت ان الطبيعي يكسب. بس ايه الفانلة اللي انت لابسها دي؟ جامده على فكره. اهم حاجه ان هي تكون عجباك. لو ايفولف هتبقى ايه ده؟ طب انت بتلعب توب سيت؟ ممكن احط 5. شوف واحده ايه اللي هو بص انا رأيي ممكن تبدأ أحط بده بس 5 هديك الراب زيادة. بقى. ماشي. فضاوي دلوقتي كده احنا هيسخن هنحتاج ايه الراب؟ يقول لك الهرمون يكسب. ايه؟ لا بقول لك انا معتقد كده طبيعي بيخسر كده والسؤال هيبقى مهاب عارف اللي هو جاهز أحمد؟ عايز يعرف هو هيجمع الصوت منين. بقى. انتوا بقى تقعدوا كل واحد يجيب لي الصوصه بتاعته ويركبها. ايوه ما احنا انا العب بمفاصل اللي ربنا مديهاني. حاجه كانت ضعيف دي. 3 ها ايزي. 4 لسه 5 فوق ودي بس. بسم الله. بص خلي بره. طب ربط له احمد، ربط له. ربط لك انا ولا انت تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره كنت هتلعب بيها تلعب بيها عادي. انت عايز تسيب السب كونشس كده. لا طبعا مش انت قلت عايز تحط 5 اصلا؟ حط 5 مش هحط 15. حط 5 ما مش 15 دي فيها 5. لا من وجهه نظر. بص غريب قوي بجد تكبر الموضوع قوي. حط ال5 الثانيه يعني طبعا. دراع بروجريسيف اوفرلود. يا اسطى انت الوحيد. هو يا ابني انا مش عارف مين بيتكلم. الله اكبر. 3. لسه فيها فيديو في العربيه دي والله. فيها فيديو في العربيه دي لما يروح. تحط 5 لسه كتير. لسه. واحده كمان. one more. ايزي. حلو قوي. فيها واحده كمان.
ايزي. حلو قوي. عاش يا برو. قوي قوي. عاش قوي يا برو. اثنين. سيبه خالص. سيبه خالص. الله اكبر. اثنين. ها. ثلاثة. عاش يا عبده، عاش يا عبده. أربعة. ركز. لسه زق. حلو قوي. لا بص خليك تطلع بس، يلا سيبه بقى، يلا بسم الله. واحد. ركز. اثنين. بس كده سوبر. أربعة. فوق. حلو قوي. نازل هنا خطر بقى. استنى يا حسين، جربه تاني. فاهم قصدي؟ هصورك. حاضر. طب جربه تحت طيب. بقى خالص. بس بجرب الثيري بتاعتي. ما هو مش مترين برضه علشان تعمل عن النطاق الواسع قوي ده. انت عايز ينزل تحت كمان، هو كده جاي تحت كده. بص ادي دراعك كده. بص كويس. انا الجيم ما فيهوش تبار عندي. اقلع يا ناري، اقلع ناري بيقلع. بقول لكم يا شباب، هو انا انتوا مش عارفين ان انا بعرف اقلد ضوي بالملي؟ 3 4 ايزي 5. ايزي. يعني على الكلمه. الجهاز ده صعب. يلا 5. واحده كمان. ها. شد. كلسو يا عبده، كلسو. يلا لحد ما تجيب اخرك قول لي بس. ايزي. ها. يا جماعه قوي يا جماعه. ها. قوي يا جماعه. اللهم صل على النبي. دمر الجهاز. هو ده. خش يا احمد. بس انا بالنسبه لي ان انا العب دي واسترتش تحت واطلع للاخر، ولا ان انا اقعد بقى مش هستفيد حاجه. صح. لا يخش يعملوا لا هو هيخش يلعب لو لعب بوزن يلعب صح. ويلعب بفورم عدل ويودي. انا واثق فيك. لا 8. كلسو. ها. 9. كلسو يلا. 2 3. لما تفرفر قول. انت هتعمل ايه بالظبط؟ بص على الوقت. ايوه ما هو 3. 10 حسين. حسين 4. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. 5. ايزي. 6. لا فورم حلو فشخ. 7. ركز. 8. بيحمس يا عبد. ها. ايزي. 4 5. 6. ايزي. ها. كده احنا حلوين. حلوة أوي دي. بس حلو قوي كده. حسين، ماشي تعرف ان فيت بروز يعني جوتس. 3 كانوا هم دول بس من أيوة. 3-4 سنين. لو سمحت 7 سنين. من 7 سنين كانوا هم دول، ودول بروز برضو. ده تمرينة الهورنت دي ولا ايه؟ الهورني. لا بتمرن على سواق موتوسيكل. ده ايه كنت سايق موتوسيكل ولا ايه؟ كده هو ده اللي بيقولوه على ده دي اللي كنا بناخد فيها الابديت. اوضه بصراحه هو 6 ممكن تزود؟ لسه اثنين كمان. ايه رينج دايت. حلو قوي. ترى خالص. التراي كبرت ترزعش عشان ما تخش مومنت. الجمهور عضل يدخل الجون. ها. ف انت عارف بتاخد بالك بقى ان الكرياتين فرق امتى؟ اول ما تبطله فتره كده تحس ان انت ايه كان في انا جيت للجامس بس في انا قربت اخلصها. ابويا عايزها والله. بيقول لي اكتبها لي لما الكرياتين يخلص. يا اسطى انا نزلت ستوري، انا ما كنتش قايل لجدتي ان ده كرياتين. شفتها واكلتها يا اسطى وقالت لي ده حته جيلي كولا دي حلوه قوي. يا ابني كلمت ضوي قالت له هات لي علم. او انت ممكن تجيب كرياتين عادي لغايه ما الجامس تيجي. استخدم الحسين تاني. معروف الكرياتين العادي ده بتاع الرجاله. عارف الكومنت ده؟ انت العضلات السهله دي ما شاء الله. تمر يا عبد.
ما شاء الله. اشحن يا احمد شويه عشان اشحن بعدين. لوحدك. ما شاء الله. والمنى عبد. انا مين هيخش؟ انا اخش ماشي. ماشي. عشان انا اللي وسط. 3 4 ضمور 5 واحده كمان يلا 6 لوحدك بس انت طبعا يقول لك دلوقتي تنمو. كنت عايز اسالك سؤال يا مهاب، يلا بتصور كل الفتنس انفلونسرز، هو ده اسمه ايه؟ الفشل الحقيقي؟ ايزي احمد زق. لازم تطلع ها. واحده كمان عشان خاطر زق برجلك. بس طلع سيد يلا. ما كرهاش كشخص. مش كمان لا ده غير محتمل بالنسبه لي بصراحه. عشان يطلع كمان يقعد يتريق على الناس ده. فيديو؟ ضغط كتير برضه بصراحه. اه يا ابني ما شاء الله. ودي اكيد بيسخن انا اتوقع كده يعني. لا لسه ادي يا اصلا. اللهم صل على النبي. عاش ودي سيبه خالص عشان ايده التانية. ايزي بس خلاص. انا مش عارف تقفل ها. سكويز خالص. مين ده؟ يا ابني ركز. لازم نضحك في نص المجموعه دي. خلاص. بس يعني سيبك من وشه، وعنده بس عامل ان الجهاز فيه. ايوه انت عارف احمد زمان لما كنا بنتمرن سوا زمان تلاقيه ب2.5 واحد خلص. هو اول يوم احمد بس عشان حسد انا عارف. لا والله يا احمد كده طول عمره ابقى اخف وزن في الجيم ده. دول والله ما بص دول اخويا فشخ. اخويا والله العظيم احنا بنعشقه كده. بنعشقه والله فعلا يعني. نفسي ده حلمي اصلا. انا عارف الراجل ده اذا فاضل هيعمل فينا ايه؟ انت بقى هنلبس طرح ونروح بيتنا. عندنا بقى هنا ايه الاساس؟ عندنا هنا كباب فراخ صدور، عندنا كباب كفته مشكل، وفي شويه عيش معانا هنا الفلفل وفي مازن، وفي حسين بيحرش بالفتح. فينا كده تقييم. لا جامد قوي وباين من الريحه بصراحه. عندنا الممبار. مطعم اسمه درويش محشي لا بقول لك ايه تعالوا درويش الشباب هتتبسطوا. انا الحاجه الوحيده اللي هتقضي عليا الاكل والسعرات. بص على الدغري كده، ولا هرمون ولا تمرين، الاكل انا بتقضي عليا حرفيا. دلوقتي زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، انا باكل في ايام التمرين 4700 سعره، وايام الراحه حوالي 4100. المشكله بقى في ايه؟ ان انا لما باجي مثلا على بالليل كده بلاقي ان انا فاضل لي 2000 و2500. واللي يعرفني انا من الاشخاص اللي ما بتعرفش تاكل، افضل ان انا اشرب الحاجه كور باودر، شيكس، وهكذا. فاللي بيحصل دلوقتي ان في لتر عصير في اليوم بيدخل غير الكور باودر. هل السكر كتير ده ضوي مضر؟ هو للاسف بس احنا ما زلنا بناخد اللاندوسين، فيعتبر احنا في الامان بما ان انا بقيس سكر الصيامي بتاعي كل يوم اول ما بصحى، فيعني الحمد لله زي الفل. بس انا حاسس ان انا مش قادر. احنا فاضل قد ايه لحد دلوقتي؟ استنى كده نشوف. فاضل 800 سعره، بقى 900 سعره يعتبر بعد كده بنخلص شويه العصير دول، منهم 40 جرام بروتين و150 جرام كاربز و20 جرام فات. مفيش حبايه يا كابتن خيري نقدر ناخدها تدينا مثلا 100 جرام كاربز حبايه واحده كده. تكتشف بقى ايه؟ ان فعلا محدش عاجبه حاله حرفيا كده. يجي حد يقول لك، او يجي مثلا حد
بياكل او بيضخم بسعرات قليله مثلا، يقول لك ده انا نفسي ان انا مثلا ايه ابقى زي الشخص ده مثلا واكل سعرات اعلى. بس لو جه يبص من المنظور التاني، الشخص اللي سعراته اعلى بقى بيحس ان هو ممكن يكون بيزغط الاكل بالعافيه، بيموت كده وهو بياكل. يقول لك ده انا نفسي سعراتي تبقى زي الشخص ده شويه واعرف ان انا ايه ازيد يعني. فالشخص ده يعني مش هنقول الشخص ده بيبص لده، بس ايه لو اتعكست بقى الادوار كده، او كل واحد حط نفسه في مكان التاني، هيعرف بقى ان قد ايه الموضوع ده صعب، والتاني يعرف قد ايه الموضوع ده صعب. من الاخر زي اي حاجه في الدنيا، عارف مثلا لما تيجي تبص على حد كده بيعمل اي حاجه وتقول ده انا نفسي مثلا ابقى مثلا ناجح في شغلي زي الشخص ده، مثلا نفسي اكون بفكر زي الشخص ده. بس لو حطيت نفسك مكان الشخص ده هتلاقي حاجات ورا الكواليس انت ما تعرفهاش وما بتاخدش بالك منها غير لو انت في مكان الشخص ده نفسه. نفس الكلام برضه، تلاقي الشخص اللي مثلا بيعمل حاجه معينه، ده انا نفسي ابقى زي الشخص ده، يجي يحط نفسه مكانه بعد كده ايه يقول لك يا لهوي لا خليني ارجع زي ما كنت تاني بقى. فملخص الموضوع ارضى بالحاجه اللي معاك واستمتع بايا كان الحاجه، واستمتع برحلتك. لو انت هنا في يوم من الايام ان شاء الله هتبقى هنا، لو انت هنا في يوم من الايام هتبقى هنا، واستمتع بيها. انت اخترت ايا كان الطريق اللي انت ماشي فيه او بتعمله، استمتع بيه وسيبها على الله. يعني دي حرفيا كمان، يعني دي حاجه انا كنت داخل برضو الموضوع بعمل اللي هو انا كمان سنتين بالظبط لازم ان انا ادخل بطوله، وكان يومين وعده. بعد كده بصيت كده قلت بقول لك ايه، انا مفيش حد بيجري ورايا، انا بعمل الموضوع ده لنفسي، بعمله عشان الرحله نفسها، وان انا احاول احفز الناس. انا هدفي من الاول والاخر قضاوي، انا عايز احبب الناس في كمال الاجسام، مش ان انا احببك في الهرمون ولا احببك في الحاجات اللي في ناس كتير ما بتحبش تتكلم عليها، ولكن انا هدفي احببك في كمال الاجسام لعده اسباب. اول حاجه كمال الاجسام هي حاجه او رياضه غيرت حاجات كتير فيا انا شخصيا، ونفس الكلام لعبده كابتن عبد الرحمن يحيى. انت كل ما بتتمرن اكتر اللعبه دي حرفيا بتغير حاجات فيك، ممكن تغير فيك حاجات الاحسن، ممكن تغير فيك حاجات الاوحش، على حسب انت داخل بعقليه او بمايند سيت عامله ازاي. عارف الناس اللي بتيجي تلعب بوكسنج، يلعب بوكسنج بقاله مثلا 5-6 سنين بقى بلطجي، في واحد تاني ممكن يلعب بوكسنج وتلاقي فعلا ان شخصيته اتغيرت للاحسن. نفس الكلام على فكره كمال الاجسام، لو انت داخل الموضوع بنيه معينه او بطريقه معينه، ده اللي انت هتحصده في الاخر. وخلي بالك ده نفس الموضوع لشغل. لو انت داخل شغل او بتعمل مشروع او بتفتح بيزنس وهدفك الاساسي ان انت عايز تعمل فلوس وبس، تمام، بس ممكن تلاقي نفسك بتتغر، ممكن تلاقي ان انت بتتفرعن عن الناس، ممكن تلاقي حاجات كتير من الاخر بتحصل لك، مش شرط ان هي لك كويس خالص. فنصيحة دايما استمتع بالرحلة واستمتع بالحاجة اللي انت بتعملها، سواء بحلوها او بالمر بتاعها. ده نصيحة اخوية ده نصيحة كده اخوية، يعني انا حابب ان انا اوصلها لكم ببساطه. وكده يكون خلص الفيديو ويكون خلص الفلوج، وناخد سكوب بريجوت ونتوكل على الله على طول. كده يكون خلص الفلوج. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي. وطبعا لو عايزين ان احنا نتكلم عن حاجه معينه ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت، عشان احنا بنحب نتكلم في الحاجات اللي انتوا بتطلبوها. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.